هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. تابعنا قبل كده طبعا الحكم القضائي الخاص بيه، انه طبعا مساله العفو ورد الاعتبار يعني غير متحققه، وبالتالي لا يحق لي الاشتراك في سباق انتخابات الرئاسه. اسم تاني هو ايضا بنتكلم عن كده، احنا قلنا المهندس خيرت الشاطر، اتكلمنا عن السيد عمر سليمان، اتكلمنا عن الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، اتكلمنا عن دكتور ايمن نور، وايضا المستشار مرتضى منصور. كده بنتكلم عن 5 من الاسماء البارزه، 5 مفاجآت مهمه وهيكون ليها ردود فعل كبيره جدا زي ما بقول لحضراتكم على كل المستويات. لكن في 5 اسماء تانية، انا قلت لحضراتكم 10، ال5 اللي ابتديت بيهم هم ال5 اسماء اللي متداولين بالنسبه لنا على المستوى الاعلامي واللي كلنا يمكن نعرفهم وهم اكثرهم شهره. لكن ال5 الباقين اقول لحضراتكم عليهم. عندنا ابراهيم احمد الغريب، احمد محمد عوض، وممدوح قطب، وفي كمان معانا أشرف زكي حسن، وأحمد حسام الدين خيرت. كده 5، وفي 5 تانيين اللي بكلم حضراتكم ابتديت بيهم ان هم دول ال5 اسماء الاكثر شهرة والاكثر بروزا على مدار الايام اللي فاتت. اعيدهم على حضراتكم مرة تانية: اللواء عمر سليمان، شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، المهندس خيرت الشاطر، دكتور أيمن نور، المستشار مرتضى منصور. 5 هيتم استبعادهم من الخوض في سباق انتخاب رئاسة وفقا للجنة العليا للانتخابات ومن مصادرنا اللي أكدت هذا الكلام. لكن هيتم الإعلان بشكل رسمي بعد التصديق من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أما على المستوى القانوني، أنا ابتديت وقلت لحضراتكم هيكون في ردود أفعال كتير هنشوفها، سواء سياسيا وسواء قانونيا. قانونيا لأنه بالتأكيد هيكون في طعن أو في تظلم من الأسماء المستبعدة. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.